منظم للعزف وكلا العالمين من مدينة سبتة، ووصولا إلى كتاب دلائل الخيرات للإمام الجازولي. وكان هذا الكتاب شعارا المغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية. السلام عليكم. كلمة أمام الملك في ليلة المولد النبوي الشريف. سبتة تعود إلى الواجهة في ليلة المولد النبوي الشريف، وبينما كان الملك محمد السادس يترأس الحفل الديني بالقصر الملكي بالرباط، جاءت كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق لتلفت الأنظار بشكل خاص. فالكلمة لم تقتصر على الحديث عن السيرة النبوية أو فضائل المولد الشريف، بل حملت إشارة لافتة إلى مدينة سبتة المحتلة، وهو ما فتح باب التأويل حول الرسائل التي أراد الوزير إيصالها. التوفيق استحضر علماء ارتبطوا بتاريخ سبتة، وفي مقدمتهم القاضي عياض صاحب كتاب الشفا بالتعريف حقوق المصطفى، وأبو العباس العزفي صاحب كتاب الدار المنظم في مولد النبوي المعظم. لكن المفاجأة جاءت عند حديثه عن كتاب الدلائل الخيرات للإمام الجازولي، حيث أشار إلى أن هذا الكتاب كان له حضورا في تعبئة المغاربة من أجل تحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي خلال بداية العصر الحديث. وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا تم استحضار سبتة تحديدا أمام الملك وفي مناسبة دينية بحجم ليلة المولد النبوي الشريف؟ هل الأمر مجرد استحضار للتراث العلمي والديني والمغربي، أم أن اختيار هذه الإشارات يحمل أيضا رسالة مرتبطة بالذاكرة التاريخية للمغرب؟ المثير أن كلمة الوزير ربطت بين المحبة النبوية والتراث المغربي ودار العلماء، ثم انتقلت إلى الحديث عن الأرض والثوابت والبيعة وإمارة المؤمنين. كما أكد التوفيق أن تعلق المغاربة بالجناب النبوي له جانب سياسي وجانب عاطفي، مشيرا إلى أن ارتباط إمارة المؤمنين بحفظ الأرض والثوابت وضمان العدل بين مكونات الأمة. وبالتالي فإن كلمة ليلة المولد لم تكن مجرد كلمة دينية عابرة، بل تضمنت إشارات تاريخية وسياسية لافتة جعلت اسم سبتة يعود بالقوة إلى النقاش. والسؤال الذي يبقى مطروحا: هل كان استحضار سبتة في هذه المناسبة مجرد عودة إلى التاريخ، أم أنه يحمل رسالة للمستقبل؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات.